السلام عليكم وأهلا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم نتحدث عن قمة كروية مرتقبة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026، حيث يستضيف الشرطة العراقي نظيره السد القطري على أرضية استاد الزوراء في مباراة من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري. موعد مباراة الشرطة ضد السد تقام المباراة مساء يوم الاثنين 15 من سبتمبر 2025، وتنطلق صافرة البداية في 9:15 مساء بتوقيت العراق والسعودية وقطر، 10:15 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. القنوات الناقلة للمباراة يمكنكم متابعة اللقاء حصريا عبر بي إن سبورت 1. القطرية: قناة الكأس 5. المعلقون: أعلنت شبكة بي إن سبورت عن إسناد مهمة التعليق للمعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي، بينما يعلق المصري أحمد الطيب على المباراة عبر قناة الكأس 5. وضعية الفريقين قبل المواجهة: يدخل الشرطة العراقي اللقاء بقيادة المدرب المصري مؤمن سليمان، ساعيا لمصالحة جماهيره بعد نتائجه المتواضعة في النسخة الماضية وخروجه من نصف نهائي كأس العراق. أما السد القطري بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز فيسعى لانطلاقة قوية بعد خروجه من ربع نهائي النسخة السابقة أمام كاواساكي الياباني رغم خسارته الأخيرة في دوري نجوم قطر أمام الشحانية. والجدير بالذكر أن المواجهة الوحيدة السابقة بين الفريقين كانت في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، وانتهت بفوز الشرطة العراقي بنتيجة 4-2. مباراة نارية منتظرة بين الشرطة والسد، من سيحسمها؟ شاركونا توقعاتكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد عن مواعيد وقنوات أهم المباريات.